عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو. مبدئيا مش هنقول اي تعليق على الباك جراوند عشان انا بصراحه مش عارفه اصور فين، وحاليا الساعه 8 بالليل وانا خلاص خطر على بالي ان انا هصور فيديو انزله يوتيوب، فخلاص هصور. من ساعه ما جيت هنا وانا مفيش فيديو بصوره وبيكمل. عندنا هنا كذا حاجه في الجامعه ما صورتش فيها حاجه غير مقاطع صغيره قوي والفيديو ما بيكملش. عملت كذا برزنتيشن، كان عندنا هنا حفله درامي صبري، برضه هوريكم كذا مقطع من الحفله. كتير من كذا حد وانا ازاي اصدق ان انت ترجع لي، ده نعمل اي حاجه عشان نكون. يلا الدنيا عشان ثانية بس اشوفك فيها، عامل فيا ولعلي في قلبك كله. يلا جاهزة ايدينا فوق. يلا سيكا اللي تودي يلا مستحيل ينسى قلبي ولو ليلة، في بينا عشق وذكريات وحاجات جميلة. عملت اكلات كتير جدا، كنت عايزه اصور لكم بقى اللي هو عشوائيات السكن بقى وازاي عايشه وبعمل اكل ايه وكده. عملت اكلات كتير جدا ما صورتش منهم اي حاجه غير صور بس. كان في مكرونه بشاميل انا صورت لها فيديو برضه هوريه لكم. اللي تقدر واللي تفكر واللي تقشر واللي تحضر ويوماتي تعجن وتخمر، تسلم ايدك ست اميره. اللي تخرط واللي تطش واللي تربط واللي ترش، تقليتها تظبط وش، تسلم ايدك ست اميره. اللي تجمع واللي تقمع واللي في كل رق بتلمع ورواها قرمشته تسمع، تسلم ايدك ست اميره. واللي بتفرم واللي تدقدق واللي بترسم واللي تزوق وخبزها ولا مره يحروق، تسلم ايدك ست اميره. شغل المطبخ كله بيهون لما بنسمع كلمة حلوة كل يوم. أميرة دلوقتي أحلى بطعم وريحة الزبدة الصفراء وكمان ترميلة الفلاحي. تسلم إيدك يا أميرة. ده غير ان المايك بتاعي باظ، فانا مش عارفه اذا كان الصوت واضح ولا لا. المهم اول حاجه هوريها لكم هي الكتب دي، عشان انا جبت كذا كتاب وكنت عايزه اوريه لكم بس ما حصلش مناسبه. اول كتاب اللي هو بتاع فن اللامبالاه لعيش حياته خالف المألوف. المهم ده الكتاب لسه هقرأه، لسه ما قرأتش اي حاجة من الكتب دي غير ممكن اول كذا صفحة بس عشان اخد فكرة عن اللي جوه الكتاب. ده تاني واحد اللي هو فكر كأنك طبيب نفسي، هو ده. فده برضو لسه هقرأه. وجبت ده برضو، ده معروف جدا اللي هو جلسات نفسية، في ناس كتير اتكلمت عنه فلسه برضو هقرأه. وبعدين ده اللي هو كن مع الشخص الذي يجعلك سعيدا، ف لسه هقرأه. خدت دول هدية على الكتب. اول واحد السايكو دراما والمخاوف الاجتماعية للطفل اليتيم، ده لسه برضو هقرأه. وده اختاه كوني مثلهن، كوني، ده اختي جابتهولي. اهم 6000 جملة في الانجليزي، تبدأ تحفة تحفة. بالذات القصة الأولى اللي موجودة فيه بتاعت سعدية وأوليفر دي تحفة. أنا بس بقرأ القصة بتاع سعدية وأوليفر وخلاص بقفل الكتاب، ما بشوفش أي جمل جوه. بس بجد الكتاب ده مفيد جدا للي عايز يتعلم إنجليزي. نرجع بقى لموضوعنا، نتكلم بقى عن أول يوم قدمت في الجامعة.
قبل ما اقدم في الجامعه دي اصلا انا قلت لكم ان انا كنت رايحه بورسعيد عشان اقدم فيها، وفعلا قدمت وسحبت الملف. وانا رايحه اقدم في بورسعيد ما كنتش عارفه ان انا هعدي من على الجامعه دي، من جامعه المنصوره الاهليه، اللي انا اصلا كان نفسي بجد ان انا ادخلها، بس كانت قافله. ولحسن حظي ان هي فتحت اسبوع للكليه دي، بس مع اني ما كنتش عايزه الكليه دي، انا كنت عايزه كمبيوتر ساينس، بس خلاص هو نصيب. بس الكليه دي اللي انا كنت قدمت فيها في بورسعيد اللي هي علوم صحيه. كنت بصور الجامعه وانا ماشيه في الطريق رايحه اقدم لبورسعيد، وانا راجعه تقريبا برضو كنت بعدي من عليها، مش فاكره بصراحه. كنت بقى قاعده اقول لهم ان انا كان نفسي ادخلها وبتاع والكلام ده كله، وفي الاخر الحمد لله دخلتها. اول حاجه كنت بصور لكم بقى مقاطع في الجامعه. في اول يوم خالص كنت بصور كده وانا ماشيه وانا بجري وبتاع، كنت فرحانه اصلا ان انا خلاص يعني حققت حلمي او دخلت الجامعه اللي انا كان نفسي فيها. بعد كده بقى قررت اصور لكم بقى اول يوم جامعه وبتاع وكده، وللاسف ما حصلش. عايزه اقول لكم ان انا ان احنا اول دفعه في الكليه دي، يعني اول دفعه في كليه علوم صحيه في جامعه المنصوره الاهليه. صورت لكم اول يوم، بس طبعا مش هوريكم المقاطع دي لاني مش عاجباني، بس هوريكم وانا بعمل المكرونه. انا عملت مكرونه على فكره في اول يوم، دي يعتبر دي الحاجه اللي انا كنت بعرف اعملها. بعد كده بقى عملت حاجات كتير. بس رحنا اول يوم بقى تصورنا صوره جماعيه في الجامعه، وكان يوم حلو بصراحه. عملنا العاب كده ورسم على الوش وحاجات، كان يوم جامد. انتوا فاكرين ان انا كنت عامله فيديوز قبل كده وانا بجهز شنط عشان كنا هنروح البحر وبتاع وما رحناش. انا كنت عايزه اروح البحر لما كنا في الصيف. دلوقتي بقى انا ساكنه جنب البحر بس مش عايزه انزله، فانا مش عارفه ده ايه. عملت بقى في الجامعه اول برزنتيشن ليا، كان انجلش. and time management required for organization and previous planning. وبعد كده قلت بقى اعمل حاجه تانية، ان انا اطلع اشرح مع دكتور. فطلعت شرحت في الفيزياء. كانت الدكتور سألت سؤال ان مين يعيد الكلام اللي هي قالته. انا بصراحه ما كنتش مركزه فطلعت، وهي عادت لي اصلا وانا جنبها عادت لي الكلام تاني، فمش عارفه بصراحه، بس كانت خطوه كويسه. بعدين بقى عملت مكرونه بشاميل، دي بقى انتوا لازم تشوفوها. وبرده عملت رقاق او جلاش زي ما بتسموه، اللي هو باللحمه، فهحط لكم صورته هنا. وعملت بقى سمك وفراخ وبيض شكشوكه، شاورما، عملت كبده، وعملت رز وما اتحرقش لان انا اول مره اعمل رز فهو ما اتحرقش. احنا بقى بعد كده ان حفله الدلتا جايبه رامي صبري، سمعتنا تسكت لا قامت جايبه لنا غوريلا. لوك واذاعه قلتاش تساعه ما لقيتش ارخص بتسوقوا فيها. كل لعبه عليها اخصام، كل لعبه عليها اعداء، كلها مافيا وعصابات، كل كلت الاجواء. على الطلاق نايم منا، على الطلاق اخوك جوزيلا. وبعد الحفله كان عندي برزنتيشن تاني، رحت برضو وشرحت وعملت وبتاع، بس يعني مفيش حاجه جديده، بس حبيت اللي هو اتكلم معاكم شويه بما اني ما نزلتش اي فيديوز من زمان. وده ملخص للشهرين اللي انا قعدتهم هنا، اللي هو عادي بطبخ، بغسل، بصبن، بعمل كل حاجه، بذاكر. انا طالع عين امي وما بنامش. بس ممكن لو حابين اصور لكم فيديوز بقى في السكن وانا مثلا بعمل اكله معينه وانا بذاكر بتاع، ممكن اعمل كده. بس بصراحه بحس ان مفيش وقت ومش عارفه افكار، يعني انا مش عارفه افكار علشان اصور فيديوز. فلو حابين اي فكره اكتبوها لي وانا هصورها. وبرده قولولي ابدا بانهي كتاب، يعني قولولي عشان انا بصراحه مش عارفه ايه احلى واحد فيهم. مش عايزه اقرا واحد واتقفل فما كملش الباقيين. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا شير للفيديو عشان القناه بجد نازله خالص بجد الفتره دي. وبحبكم جدا واشوفكم في فيديو جديد.